السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي قناة احلى الاكلات مع بوسي. لو لاول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض طريقة عمل الزبادي بالفراولة برتل من الحليب بس او اللبن. وزي ما انتوا شايفين الزبادي غلت جدا ومعادش في الزبدية الا معلقة يدوب زبادي. ممكن ان احنا نعمل لاطفالنا بدل ما احنا نشتريها من بره، هنعملها في البيت وبأقل التكاليف وبحاجات بسيطة جدا، وان شاء الله ناجحة معاكي 100%. وزي ما انتوا شايفين الزبادي انا قلباها مش بتتقلب معايا ومظبوطة 100%. عندنا المكونات بتاعي: 1 لتر من الحليب يكون دافي، 1 علبة من الزبادي، 2 معلقة كبيرة من السكر، ربع معلقة صغيرة من اللون الأحمر، لون أحمر طبيعي زي ما انتوا شايفين. هجيب كوباية من اللبن وهبدأ أنزل عليها ب2 معلقة كبيرة سكر وعليهم ربع معلقة الصغيرة اللون الأحمر، ده لون طبيعي. وده كده شكلهم بعد ما ضربتهم في الخلاط دقيقتين. هبدأ ان انا انزل بيهم على اللبن بتاعي طبعا دافي. تقدري ان انتي تحطي صبعك فيه كده تقبلي الحرارة بتاعة اللبن، ما يبقاش سخن قوي، بيبقى دافي حاجة بسيطة جدا. وهنا بدأت ان انا اخلط اللي انا ضربته في الخلاط، كوباية الزبادي او العلبة الزبادي مع كوباية اللبن وال2 معلقة كبيرة سكر وعليهم ربع معلقة صغيرة من اللون الاحمر الطبيعي. ممكن ان انتي تقلبيهم بمعلقة او بمضرب سلك عادي. وكده بعد ما قلبتهم، طبعا انا عندي الحلة دي بعمل فيها الزبادي، غليت فيها ربعها كده مية مغلية. اول ما المية بدأت ان هي تغلي جبتها انا بعمل فيها الزبادي. هي كانت عندي تيفال بس نقرت زي ما انتوا شايفين كده، بس تعملها للزبادي عشان لو عملت في حلة ألمونيا والمية المغلية فيها مش هتعرفوا تطلعوا مكان المية من الحلة، هيبقى صعب ان انتوا تغسلوها. فممكن ان انتوا تستخدموا حاجة تفال افضل. طبعا بدأت اجيب الكوبايات بتاعتي وانزل فيها بيها بالزبادي. بدأت ان انا امليها زبادي اهو زي ما انتوا شايفين، وهبدأ ان انا ارص باقي الكمية. وكده شكلها بعد ما انا رصيتها المية عندي بتغلي واللبن دافي جدا، حاجة بسيطة مش سخن. كده بقى هبدأ ان انا اغطيها بفوطة. بدأت ان انا اغطيها بفوطة وهبدأ احط عليها غطا الحلة واحط عليها فوطة تانية او مفرش قطيفة اللي تفضليه عندك. اهم حاجة بقفل عليها كويس جدا. واحنا في فصل الشتاء بسيبها 10 ساعات متواصلة، لو احنا في الصيف بتقعد 6 ساعات. ولا اشتري مكنة زبادي ولا كلف نفسي، وبحاجات بسيطة ومن البيت، وان شاء الله تعملوها وتعجبكم. وده شكلها بعد 10 ساعات ما انا عملتها. شلت الغطا اهو والفوطة، ودي فوطة تقيلة. وده كان شكل الزبادي بتاعه اهو. بفتحها معاكم، انا لسه ما كنتش فتحتها، وهبدأ ان انا اقلبها معاكم اهي. ما شاء الله ماسكة 100%. دي كان عليها نقطتين عرق مكان ما انا كنت قافلة الغطا عليها، بس انما هي مش سايحة معايا ولا اي حاجة. الزبادي ما شاء الله بقلب الكوباية اهو مش بتتحرك من مكانها. بتاعة الدكان او المحلات ما بتبقاش كده، بتبقى سايحة عندي شوية. دي جامدة خالص اهي، مش بتتقلب، متماسكة
دي كوباية تانية عشان تشوفوها. وشكل الزبادي ما شاء الله زي اللي بنشتريها من المحلات بالظبط، لونها. انا قلت ان انا اعمل لكم طريقة عمل الزبادي عشان احنا عندنا اطفال، متواجد في كل بيت الاطفال، والدنيا بقت غلا جدا. وده شكلها بعد ما انا رصيتها في الصينية عشان ادخلها التلاجة. شايفين معاكم دي كوباية تالتة اهي. طبعا ممكن تعملي الاحجام اللي انت عايزاها في الكوبايات. انا عامله احجام صغيره واحجام كبيره واحجام وسط زي ما انتوا شايفين اهو. بقلب الكوبايه خالص مش بتتحرك. ده دليل على نجاحها 100%. ويا رب يكون الفيديو عجبكم وتجربوا الطريقه. وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس.